نحن كحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا نرى بأن أفضل حل للوضع السوري الراهن هو النظام اللامركزي. ضمن هذا السياق الإخصائيين الخبراء القانونيين أنهم يحددوا الصيغة المناسبة، هو فيدرالية لا فيدرالية، شكل مناسب للدولة. أمام النظام يكون لا مركزي. المعارضة عم ترفض فكرة فيدرالية لأن هذه المعارضة لا تمثل معارضة حقيقية للشعب السوري. هذه المعارضة مرتبطة بالأجندات الخارجية حسب ما تملي عليهم إملاءات، عم ترفض أو تقبل. أما الوضع المناسب لسوريا هو فكرة اللامركزية الفيدرالية وحل الأمثل بالنسبة لسوريا. النظام أصلا فاقد الشرعية، النظام لا معنى لها، صار من 50 سنة عم تحكم بالبلد بموجب قانون الطوارئ والأحكام العرفية وبموجب سلطة مركزية، شيء طبيعي يرفض اللامركزية أو الفيدرالية. الأكراد يعيشون في سوريا منذ مئات السنين على أرضهم التاريخية، وهذه حقيقة معروفة لدى كل الشعب السوري. أما بخصوص تصريحات بعض المعارضة، هذول لا يعرفون الحقيقة أو لا يمثلون المعارضة الشعب الكردي بشكل حقيقي. فالشعب الكردي شارك منذ تكوين دولة سورية ضد الاحتلال الفرنسي، وأول رئيس للجمهورية السورية هو كان كردي، وأول من رفع علم على البرلمان السوري هو كردي أحمد برافي. أما هذه الشخصيات ما يمثلون المعارضة في الوقت الراهن فهذول لا يعرفون الواقع ولا يعرفون الحقيقة. الشعب من عقلية الشوفينية نابعة من عقلية العنصرية، وخاصة منذ 50 سنة الحزب البعث روج ثقافة أن لا يوجد في سوريا غير الشعب العربي، غير الثقافة العربية. لذلك لما يسمعوا كلمة كردي أو قضية كردية لا يتقبلون بروح الشراكة، بروح الوطنية. فالحزب البعث زرع ثقافة العداء، ثقافة الإقصاء. الإعلام العربي إعلام غير محايد، مرتبط بأجندات لا يبث كما هو موجود أو حقيقة الوجود الشعب الكردي، رغم معروف تاريخهم ومعروف حقيقة وجود الشعب الكردي، إلا أن هذا الإعلام إعلام غير محايد، إعلام مرتبط بأجندات الخارجية، وخاصة ما يتعلق بالإخوان أو بإسلام السياسي مرتبط بالأجندات التركية. نحن كشعب الكردي لنا مطالب معينة، حقوق معينة. نرى أن حل القضية الكردية هو يكون في سوريا وفي دمشق، فقدر ما تنحل القضية السورية تنحل قضية كردية. ولذلك على الجميع السوريين أن يحاولوا إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا، لأن الشعب الكردي والشعب السوري الشعب العربي يعيشون مع بعض، لهم تاريخ مشترك، لهم مسير مشترك. بالتفاوض بإيجاد حل سلمي للقضية الكردية تنحل قضية سوريا بشكل نعيش فيها. في بعد 5 سنين عمل الثورة، بعد الخراب والدمار والقتل، على كل السوريين أحزاب وأشخاص أن يراجعوا حساباتهم، أن يراجعوا مواقفهم ويفتحوا صفحة جديدة بإيجاد حل يرضي جميع السوريين وجميع المكونات بطوائفه ومذاهبه وبأعراقه. لأن طبيعة الشعب السوري، الشعب السورية دولة متعددة الأديان، متعددة الطوائف والقوميات، لذلك الحل لازم يكون يرضي جميع المكونات الشعب السوري.